السلام عليكم ورحمة الله، يسعد أوقاتكم. بحب رحب فيكم وبرحب بكل مشترك جديد نور قناتي. وبسم الله بنبدأ فيديو اليوم. وصفتنا لليوم هي مندي اللحم بطريقة كتير بسيطة بالفرن مع طريقة تحضير صوص الدقوس أو السحاوق، وبتمنى ينال على إعجابكم. بداية بدي أحتاج لحبة بصل بشرتها وصفيت ميتها، بدي أخد بس السائل. بعد هيك رح نزل عليها معلقة صغيرة فلفل، نصف معلقة صغيرة زنجبيل، ملون طعام برتقالي، ملح حسب الرغبة، معلقة صغيرة سكر ومعلقة صغيرة هيل. بدي أقلبهم مع بعض. في حال كان متوفر عندكم الزعفران بتقدروا تضيفوه بدل ملون الطعام البرتقالي. هلأ بدي أحتاج للحم غنم، استخدمت الفخذ وقطعته لهاي القطع، بتقدروا تستخدموا الفخذ كامل. بعد هيك رح أنزل عليهم بالخلطة يلي جهزتها وأفرك فيها قطع اللحم كتير منيح. وهلأ بعد ما أنهيت فرك اللحمة بالتتبيلة بدي انتقل لتجهيز الصينية. بدي اختار أي صينية متوفرة عندكم للخبز. أنا استخدمت البايركس. بعد هيك رح أضيف عليها ورقة من الألومنيوم، خلوها تكون كبيرة شوي لأنه رح نرجع نلف اللحم فيها. بعد هيك بدي أضيف كوب من الماء بقاع الصينية. بعد ما أضيف الماء ضروري نضيف ورق زبدة، ولازم المي ما توصل لورق الزبدة، تكون بس ملامسة من تحت. بعد هيك رح أنزل على ورق الزبدة قطع اللحم يلي جهزتها. بعد ما أنزلها كامل بدي غلفها بورقة تانية من ورق الزبدة لحتى القصدير ما يكون ملامس للحمة. رح أضيف طبقة من ورق الزبدة وغلفها بالطريقة الموضحة قدامكم بالفيديو. هلأ بعد ما غلفت اللحمة بهاي الطريقة بدي أرجع أغلف صينيتي بورقة تانية من الألمنيوم. بدي أدخلها على فرن درجة حرارة 250 لمدة ساعة بالأول. بعد هيك رح أوطي الفرن على درجة حرارة 180 لمدة ساعتين. هلأ بدي أحضر صلصة الدقوس. بدي أحتاج لثلاث حبات من البندورة متوسطين، حبة بصل صغير وحبة فلفل اختياري. بدي أفرمهم بمحضرة الطعام، ورح أنزل عليهم معلقة كبيرة عصير ليمون ونصف معلقة صغيرة فلفل وملح حسب الرغبة أو معلقة صغيرة، وبدي أطحنهم بمحضرة الطعام لحتى يصير معاي قوامهم كتير ناعم. وهاي صلصتي بعد ما طحنتها، وهذا هو قوام صلصة الدقوس اللي لازم يكون معي. هلأ بدي انتقل لتحضير الرز. بطنجرة ضفت 3 معالق كبار زيت وضفت معلقة سمنة بتعطيها كتير طعمة طيبة. بعد هيك بدي انزل عليها بالبهارات الخشنة، لومي وورق غار، قرفة وقرنفل وحب كمون خشن. بدي اقلبهم مع بعض شوي بس لحتى تطلع معاي ريحة البهارات. بعد هيك بدي انزل عليهم بأربع أكواب من الرز البسمتي مغسول ومنقوع لمدة 10 دقايق بس. بدي أقلبهم مع بعض لحتى حبات الرز تتحمص بالمادة الدهنية يلي ضفتها. بعد راح أضيف معلقة كبيرة ونصف ملح، طبعا الملح على حسب الرغبة. وراح أضيف نصف معلقة صغيرة فلفل ومعلقة كبيرة من بهارات المندي. بتقدروا تضيفوا بودرة مرقة الدجاج بتعطيها طعمة كتير طيبة. بدي أقلبهم مع بعض لحتى أتأكد إنه كل حبات الرز تغلفت بالبهارات. هلأ بدي أنزل بالمي على الرز. لكل كوب رز بدي أحتاج لكوب ونصف من الماء. 4 أكواب رز بيحتاجوا ل6 أكواب من الماء. بدي أقلبهم مع بعض شوي وأتركه يغلي لحتى تخف معي كمية المي. بعد ما خفت كمية المي رح أغطيه وأتركه على نار هادي لحتى تجف السوائل تماما. هذا الرز بعد ما نضج ونشفت سوائله بدي أضيف عليه ملون الطعام الأصفر وملون الطعام البرتقالي. طبعا طريقة تلوين الرز اختياري. بدي أغطيه وأتركه لحتى يتهدى لمدة 10 دقايق.
الأثناء كانت اللحمة استوت معي، طلعتها من الفرن. بعد هيك بدي أضيف عليها قطعة صغيرة من ورق القصدير شكلتها على شكل طبق. هلأ بدي أنزل عليها فحمة كنت مشغلتها، وبدي أنزل عليها نقطتين من الزيت النباتي وغطيها لحتى تاخد معاي طعمة الفحم أو التدخين. بعد هيك بدي انتقل لتدخين الرز. بنفس الطريقة رح أضيف على الرز بعد ما استوى وطفيت عليه، رح أضيف قطعة من ورق القصدير، فحمة كنت مشغلتها كمان، ونزلت عليها نقطتين من الزيت النباتي، وراح أغطيها وأتركها لحتى تاخد طعمة الفحم لمدة تقريبا 5 أو 10 دقايق. وهذا الرز بعد ما استوى شوفوا ما شاء الله كيف مفلفل وحباته ألوانها كتير حلوة وواضحة. رح أنزل عليهم قطع اللحم وزينها بالمكسرات، وهيك بتكون جهزت معانا وصفتنا لليوم. بنصحكم تجربوها لأن طعمتها كتير طيبة، وفضلا لا تنسوا اللايك والتعليق لأن كتير بيرفع من فيديوهاتي، والاشتراك بالقناة إذا لسه ما اشتركتوا، وتفعيل جرس التنبيهات لحتى يوصلكم كل شي جديد بنزله. صحتين وهنا يا رب.